صراحة كانت النتيجة زعما مكناش منتظرينها. مبروك للشعب المغربي واللعابة، برافو عليهم صراحة، بينوا واحد المستوى تاريخي، مستوى نقول لك قوي للغاية. الحمد لله بعدا كنا مخلوع من هذه المباراة، لأن كانت الإصابات بزاف على مستوى الطاقم التقني، الطاقم ديال اللعابة. وكما كتعرف كانوا واحد الدور في الاخير ديال التحكيم، الوقت كانوا حبسوه، ما كانش خدام الوقت، وجوج دقائق و25 كانت مبلوكيه. كانت المباراه خدامه والتوقيت ما كانش خدام. دونك هنا فين كان واحد الضغط شويه ديال الجمهور، كنا متحدين على اساس ان الوقت خصو يعاودوا فيه اعاده الاعتبار. في الاخر المطاف صراحه الحمد لله خداو بهذا الشيء. في الاخر كان المباراه سالت بالنهايه بفوز المنتخب المغربي. في اخر المطاف جاو داروا ضربه جزاء عطاوها المنتخب الايراني، والحمد لله ربي كبير ونصرنا في الاخر. وضربه جزاء كانت عندهم ضائعه، وتم تاهل المنتخب المغربي، وان شاء الله ما نخرج من هنا تنرجع معنا الكاس بحول الله، حتى ربي كبير. خياليه رغم الضغوطات، رغم راك عارف اش طرا في الماتش، ولكن الله معانا وديما مغرب، وحنا باقيين هنا في اوزبكستان حتى للفينال وغنديو لاكوب ان شاء الله. النتيجه بالنسبه لنا حنا كمتفرجين مشجعين راه ما كانتش فهمتي، ما كانتش عاديه بالنسبه لنا، راه شي حاجه امبوسيبل. الدراري راه عطاو اللي عندهم، وان شاء الله راه غادي نبقاو معاهم حتى الفينال ان شاء الله. وحنا راه مع الدراري، وخاد لا بريسيون ديال المشجعين الاخرين، وحنا راه مع الدراري ان شاء الله تيربحوا ان شاء الله باذن الله. وهشام حنا راه معاك يا هشام ان شاء الله. بالنسبه لنا مفاجاه في ظل الغيابات، لان ايران منتخب قوي ومعروف عالميا، عندهم لاعبين كيلعبوا في مستويات عاليه، والحمد لله فخر كبير هذا المنتخب ديال الفوتسال. وشفنا اليوم كيفاش اللاعبين اللي كانوا واخا رغم الغيابات كيفاش قضاو الغرض، وكيفاش قدموا اداء رجولي فرحوا جميع الجماهير المغربيه ديال سانداتهم. تحيه للسي هشام بكيك والاطا وكاع الطاقم التقني ديالو واللاعبين حتى هما اللي قدموا لقاء بالنسبه لي عالي. منها كانت شويه مفاجاه بين الغيابات، داكشي تاع خالد بوزيد مسكين حتى والله يشافيه، نقدم له التحيه من هذا المنبر. الحمد لله وصلنا لربع نهائي، كيف ما قلنا ناخذوا ماتش. انا ما كنتش متوقع بان نربحوا اليوم، ولكن انا المنتخب الفوتسال ما عمرو والحمد لله ما عمرو خيبني. راه في حد ذاته كما كنقول نبقى نقولها الغيابات ماشي كنتخباو فيهم، ولكن راه الفوتسال باش تمشيو لك 4 ولا 5 لاعبين بليسن راه صعيبه بزاف. الحمد لله كما قلت ديما مفرحينا وديما فخر ديالنا. راه دازوا ربع نهائي، عندنا ماتش صعيب قوي عاوتاني مع البرازيل، وعندنا عاوتاني فيهم الثقه وغنجيو نساندهم ان شاء الله، ونتمنوا شي انجاز تاريخي عاوتاني كثر احسن من هذا ونوصلوا للنصف النهائي وحنا معاهم. وشكرا للجماهير المغربيه كامل اللي جات، ونضحيه بكل شيء باش تجي هنا حتى لاوزبكستان وتشجع المنتخب المغربي. تبارك الله عليك. بديتي النتيجه كانت مزيانه، مالغري ان التحكيم كما شفتوا اليوم وداك لا التوقيت لا التحكيم لا بزاف د الحوايج. وبالنسبه للمباراه اللي فاتوا كان النيفو طايح، مي هذا الماتش الصراحه النيفو طالع مالغري الغيابات. هذا هو المنتخب اللي كنا كنتسناو. كنظن ان هذه كانت خطه من المدرب، ما بغاش يكشف على الاوراق ديالو كامله حتى الدوزيام تور، والحمد لله على التاهل.